النهارده قصر ثقافه نجي حمادي عامله حفله جميله، فرقه الموسيقى العربيه بتحيي حفله في قصر ثقافه نجي حمادي في المسرح المكشوف مع المايسترو احمد جهلان. تعالوا نشوف ايه القصه وايه الفرقه وفين المسرح ده. يا ترى فين المسرح؟ هنشوف اهو، ادينا رايحين المسرح، على المسرح المكشوف بقصر ثقافه نجي حمادي. وصلنا المسرح اهو، الناس قاعده، الجمهور مستعده للحفله والفرقه بتستعد للحفله، والجمهور بدأ يملأ القاعه والمسرح، والمنصه بتستعد لبدايه الحفله. زي ما احنا شايفين اهو، المسرح بدأ يتملي بالساده الضيوف. المشاهدين هيشوفوا فقره فرقة الموسيقى العربية النهارده هتعمل لنا حفلة جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف اللي ورا الكواليس ونشوف الستارة قبل ما تتفتح. المتابعين اعزائنا المشاهدين، كواليس احتفال الفرقة الموسيقى العربية الحفل الثاني بقصر ثقافة نجي حمادي، ونرى امامنا الفرقة تستعد لتقديم الفقرات الحفل من المسرح قصر ثقافة نجي حمادي، المسرح الصيفي المكشوف. سيدنا الغالي، المسرح يستعد لأولى فقرات هذا الحفل، حفل فرقة الموسيقى العربية، الحفل الثاني من قصر ثقافة نجي حمادي المسرح المكشوف. وهنرى الفرقة قد استعدت بكامل هيئتها، والعازفين يراجعون الأغاني، والمايسترو الأستاذ أحمد جهلان يستعد لرفع الستار أمام هذا الحفل الجميل. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بيك. أهلا أهلا أسامة. الحفلة النهارده إن شاء الله النهارده كل سنة طيبين. النهارده بإذن الله احتفال عشان عيد خدنا القومي، وإن شاء الله كده ربنا يكرمنا ونعمل عرض حلو إن شاء الله. إن شاء الله أغاني جديدة إن شاء الله، كل جديد في جديد إن شاء الله. أستاذ أحمد الله يخليك استاذ اسامه. أغاني حلوة إن شاء الله. ان شاء الله حلوه. هنقول النهارده والنبي يا جميل حوش عني هواك. جميل جميل. ان شاء الله يعني نكون موفقين باذن الله. الحفله الثانيه للفريق ان شاء الله دي إن شاء الله باذن الله. السلام عليكم. أكيد عشان كده بيحبوا يشربوا
عليهم.